المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأحباب من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف أحييكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما على الخير وفي الصحة وعافية. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها بحول الله، وأرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة رقم 214 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية. بدأنا الحديث عن ماذا إذا قال القمر، عن ديوان شعر الأول وحتى تاريخه طبعا. ودخلت علينا، قدمت حلقتين أعتقد عن هذا الديوان: ملابسات الطباعة ودهاليز النشر وهكذا. وكنت قد وعدت المشاهد الكريم عزيزي المشاهد أن أتحدث، أستعرض البرنامج الديوان ومحتوياته، ولكن دخلت علينا أحداث كان لا بد من تغطيتها. الآن أعود بكل سرور لأقلب وإياكم جانب من صفحات هذا الديوان. آم، قبل هذا وذاك أشكر الذين علقوا في الحلقتين السابقتين وأنا أتحدث عن الديوان، وهم الذين اتصلوا علي في الخاص كتار يعني. وبعضهم من سجل يعني تعجبه أو تعجبه من أنه كيف اقتحمت ذلك الهول وذلك المصير المعروف يعني. وأشكر كل الذين اتصلوا وحمدوا الله معنا على أن سلمنا وخرجنا منها سالمين مكرهين طبعا، ما في شك. اليوم عزيزي المشاهد، أولا الجو عندنا حار اليوم في أستراليا. يعني نحن ناس المناطق المعتدلة عندما تصل درجة الحرارة إلى تفوق ال 26 27 نقوم يعني نقول يا لطيف أكثر يعني. فدرجة الحرارة وأنا أسجل هذه الحلقة 31 31 32 كثيرة في البلد هذه. فعشان كده خففت الإضاءة، فيعذرونا الجماعة. الإضاءة الكاشفة هذه شوية هي مزعجة ومتعبة يعني لمن اشتغل في التعرض للأجهزة والكاميرات. وأسأل الله يكفينا شر الكاميرات ما ظهر منها وما بطن يعني. عزيزي المشاهد، في هذا الديوان المتواضع البسيط فيه جملة من القصائد، ويشرفني جدا أن أستعرض عناوين القصائد. أولا في الديوان قدمت المقدمة بنفسي وقدمت إهداء شكر. العناوين عناوين القصائد: عندما يبكي الكنار، أول قصيدة أنا نشرتها، ما هي وتواريخ موجودة كل قصيدة، لكن ما أعرف هكذا معنا لي أن أنشر أن تكون أول القصيدة عندما يبكي الكنار. وفيها رمزيات كبيرة وكثيرة. بعدها قصيدة سرت وعد الحلم أم حلم الوعد، وألم الفراق، وتحية المولد النبوي الشريف. نادوا إذ حملة النجم الأحمر، وليلة البدر، بكيناك دما وشوقا وحنين. إفريقيا من الصمت إلى الصوت، في رثاء مناضل سقط واقفا. فرحة الأشواق، ليلة الفرح، على رصيف عشق جديد. سبتمبر، خواطر وهواجس، رسالة إلى الشهيد. عشق الأرض بلا عنوان، العلم، الفجر الجديد. سلام النصر، تباشير الصباح، متى الحضور. رحلة الفخار إلى أرض الفخار، ذكرى باقية. بدور الشرق، لماذا. همس الأرض، الصفقة الخاسرة، جهد الصبابة.
إيقاعات حروف على مشارف الاستفتاء، بطاقة شهيد، العبثية والجنون، مرحى بسمو الأمير، اعتراف، متاهات عشق، ماذا إذا قال القمر، قليل من العطف، الثقة والقناعة. وبعد ذلك كتبت سيرتي الذاتية. يسرني جدا أيها الأحباب أن أقرأ عليكم ليست المقدمة ولكن إهداء وشكر. قلت في الصفحة رقم 7 في الإهداء والشكر: إهداء خاص إلى أغلى إنسان عرفتها في الوجود، والدتي العزيزة بدرية الشيخ زين العابدين رحمة الله عليها وأكرم مثواها، التي غرست فينا من عطفها وحنانها حب الناس والحياة واللغة، التي يرى بها ديوان شعر الأول النور ويشم الهواء الطلق. فهي التي قالت لنا ونحن أطفالا لا نعرف من معاني الحياة إلا براءتها وعبثها، قالت في مدينة أسمرة وعلى طريقتها الخاصة: اتعلموا عربي لأن النبي عربي. الكلام ده في بداية الستينات عزيزي المشاهد. قالتها لنا: تعلموا عربي لأن النبي عربي. حسمتها من الآخر يعني. لها مني القول الكريم، وعبر صفحات هذا الديوان الشعري مليون قبلة وتحية. طبعا عندما أهديت هذا الإهداء والشكر كانت على قيد الحياة رحمة الله عليها، توفيت بعد طباعة الديوان. واصل في الإهداء، والإهداء موصول إلى عناية الوالد الغالي شريف إدريس آدم رحمة الله عليه، الذي كان له بدور الأبوة المسؤول في إدماننا لحلقات الذكر والمدائح النبوية منذ الصغر، والتي كان لها فيما أحسب الدور الكبير في التذوق والنهم الأدبي في المقبل من الأيام بعد تلك الليالي العامرات بالذكر والوله الصوفي النبوي الشريف. فله مني كذلك القول الكريم والشكر أجزله. كما أقدم تحياتي الحارة إلى كل الشعوب المحبة للتحرر والانعتاق من سياسة التبعية، على رأسها الشعب الليبي الشقيق ممثلا في القائد الأممي الأعظم قائد ثورة الفاتح المظفر الأخ العقيد معمر القذافي، الآخذ دوما له الرحمة والمغفرة، الآخذ دوما بزمام المبادرات في توحيد إرادة الشعوب الإفريقية وإخراجها من ربقة التبعية والتخلف، من خلال مشروع ميلاد الفجر الإفريقي في أرض الثورة والجهاد، أرض عمر المختار والميامين الآخرين. وهي فرصة تاريخية لي ولكل الشرفاء أن يطبع هذا الديوان في هذه الأرض العزيزة والغالية الجماهيرية. فله مني أسمى آيات التجلة والإكبار. كما أجدد تهاني الحارة للأخ العقيد قائد الثورة وللأشقاء في الجماهيرية، وهم يكتبون تاريخا جديدا للشعوب الإفريقية وبعث حياة شريفة حرة تحت الشمس وفوق الأرض. كما لا يفوتني أن أجزي شكري إلى كل من ساهم في بعث هذا الثمار الأدب الجاد بين يدي القراء، والشكر الدائم وقبل كل شيء للمولى عز وجل القائل في كتابه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. هذا هو الإهداء والشكر. طبعا ربما يتساءل المشاهد الفطن: يا شريف، كيف لا تشكر وتهدي من كان هو السبب في طباعة هذا الديوان، وهو سعادة السفير خليفة خالد أبو الديب سلمه الله ورعاه ورحمه حيا وميتا. يعني ما عنديش أخبار والله، وإذا علمتم شيئا من أخباره فدلونا عليه. طبعا أنا لم أضع اسمه هنا لأنه تلبية لرغبته في الإهداء والشكر، لأنه السياسة الليبية لا يمكن أن تذكر العقيد معه أحد آخر لا يمكن يعني، رحمة الله عليه. والشكر العقيد فيه بعدين يعني.
فيه بعد أنه هذا الديوان يطبع في الجماهيرية، فلا بد أن أنا عارف سياسة العقيد وماذا يحب هكذا. هذه ناحية. الناحية الثانية برضو واجب الشكر. يعني أنت يعني ممكن مش العقيد، ممكن أي مسؤول يقول وقف وقف طباعة الديوان. وأنا طباعة الديوان لم يكلفني شيء إلا تلك المجاسفة والمجاسرة ودخول الأهوال. طبعا ديك لو قدرت بأموال تقدر بالحياة نفسها يعني. يعني كان ممكن أنا أكون ضحية هذا الديوان، نشر الشهداء كثر في بلاد الشهداء يعني. هذه ناحية قبل أن أدلف إلى القصائد. الشيء الآخر عزيزي المشاهد، أنه ما في شك آه، أنه انعكاس لطباعة هذا الديوان كانت برضو زيارة أو حاجة شيء متعلقة بالأناشيد أثناء مقدم العقيد المرحوم إلى أسمرة، التي وصلها عن طريق البر، برا وليس جوا. جاء من اتجاه جيبوتي وعبر عصب وكده ودخل أسمرة راجلا سائرا على السيارة يعني. وقضى معنا 5 أيام، 5 ليالي. لم تضرب له الخيمة. في إريتريا لم تنصب له خيمة يعني. لكن في كل مكان كان يذهب إليه القائد العقيد رحمة الله عليه تشد له خيمة العروبة تلك يعني. وخاصة هو الأمير وكلام كثير يعني. ففي إريتريا كان يلغي تلك ولم يضرب له لا خيمة لا راكوبة يعني. كان يدخل إلى القاعات وهكذا يعني. عندما آتي إلى القصيدة حتحدث إنه كيف كان النشيد وكيف تم إعلامي أنا كنت عالم بالزيارة قبل، يعني الحكومة عارفة، لكن قبل الكثير من الناس عارف، لأنه كلفت بأن أعمل له نشيد ترحيبي يعني، موجودة في متن الديوان. عزيزي المشاهد، طبعا لا يمكن أن أقرأ كل القصائد ما في شك يعني، ولكن سأنتقي منها بعض القصائد. ما لا أستطيع الإجابة أي القصيدة أحب إليك وكيف هكذا، كلها محبوبة لي حسب التجربة آنئذ يعني. لكنها تأتي في في لونية البدايات، يعني بدايات الأشعار. يعني إذا كان هذا الديوان، أنا أول قصيدة كتبتها، القصيدة موجودة هنا، يعني أستطيع أن أقول قبل 90، ربما في قصيدة قصيدتين ثلاث، ممكن 89 88. منذ ذلك الحين حتى اليوم أنا أمارس، والتجربة طبعا تنضج وتتألق وهكذا وتكبر التجربة يعني. صحيح. وأنا لكل قصيدة أنظر إليها بزمنها يعني. لو قيل لي مثلا، لو خيرت إنه قصيدة ما تنشرها، طبعا في ديوان القادم إن شاء الله إذا تمكنت من طباعة الديوان، طوق وشوق، جملة من القصائد هذه ستدخل يعني. لكن لو قيل لي على يعني أي قصيدة ممكن تشطبها، لا أشطب يعني. حتى عندما قال هشام الجح الشاعر المصري في ثورة يناير المصرية، قال مزق قصائدك القديمة كلها واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. قال مزق قصائدك القديمة كلها واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. فأنا قلت كيف يمزق الشاعر قصائده؟ لأن الشاعر أي قصيدة هي جزء من حياتك يعني، حقيقة هكذا يعني. لأنه القصيدة تولد ولادة يعني، مخاض. فأنا أعجبت بالقصيدة وجاريته يعني. في قصيدة مشهورة ما موجودة هنا طبعا، لكن ستكون لأنه طلقت. هذا الديوان طبع عام 2002 كما أشرت عزيزي المشاهد. والقصيدة تلك جاءت على وحي
ثورة الشعب المصري العظيم يعني، التي أطاحت بمبارك ومجموعته يعني. فأنا قلت يعني في القصيدة: خبأت كل قصائدي من أجلها. خبأتها يعني أخبيها يعني. ورنوت أصدح في الورى ما مثلها. يا أيها الإنسان ما بك هائما، أو ما ترى نور الهدى أو حالها، إلى آخر القصيدة. إن شاء الله نأتي ونقلب في ديواننا القادم. فمن بين القصائد، من هذه القصائد ستدخل إلى الديوان إن شاء الله جملة منها. لكن حقيقة أن التجربة يعني منذ ذلك الحين قريب 40 سنة يعني، فلنقل 37 سنة، التجربة تنضج وأعتز بالتجربة الأخيرة التي أكتب فيها القصائد الطوال بمثابة المعلقات الرائية. بدأتها بالميمية ثم النونية أيام الكورونا، والرائية أيام المونديال، والقافية واللامية، وهكذا سريت في قصائد الطوال. تلك فيها التجربة الشعرية المستوية لحد الآن يعني. وقلت فيها ما لم أستطع أن أقول في هذا الديوان. هذا الديوان كله كان رمزيات يعني، لكن هناك قلت ما أؤمن به أفكارا وعقيدة ورؤية وثقافة ووطنية كذلك. فلذلك عزيزي المشاهد، دعوني أقرأ مقاطع من أولى القصائد. عندما يبكي الكنار، قلت: يا فالق الإصباح، يا ألق الأماسي إسرارا وجهرا، يا وشاح الخلد في بوح الدنا تحنانا وذكرا، يا من أهدى من المهجة أنفاسا وعمرا، يا شهقة الأعماق إشراقا وزهرا، يا من رشحت فؤادنا إلهاما وبشرا، وزرعت الدوح أنخابا وعطرا، يا حامي الأوطان من أقدارنا، نعلن أننا اليوم بركانا وجمرا، يا قبلة الإحرام من دمعاتنا، من غيرنا يقدم للورى أرواحه إعلانا وسرا، من منا لم يسق هذا الحقل من أنفاسه، هذا الشهد من أكباده، أزهارا وبكرا، يا صحابي، ها نحن قد مهرنا طلعة الشهد الأمين بالقناديل التي ما سكرت بغير الحب. أنا لن أحيد ولن أبيع العهد في سوق الوعود المزمنة. ها نحن يا وعدنا المأمول، يا واحة الدوح الأنا، على أيقونة الوطن السنة نجدد عهدنا، نبارك بالدموع وبالأنين عرس الأماني والسراريج المحزنة. يا نبي اليوم والأمس السلام، هل لا تنام قبل أن يأتي المنام؟ فالعدالة كانت وصية رغم دمع الذاهبين، الواقفين على السهى يقتات الأنين، وهناك خلف غيابهم من يسرحون، يحملقون بحرقة ويسائلون، ونفوسهم مشروخة وإلى التي يتطلعون. هل يعلمون يا صانع الإعجاز والإشراق من دمعاتنا، إنا لنحن القادمون، يا أيها البغي، يا أيها الباغي على لغة الشراشف والحروف، سر هانئا متوسدا شقوا أجد من ذا الذي أضناه لون بريقه، هذه التي ما شارفت أفق الهنا يوما على مر الدهور ولم تجف. يا آهة الجندول أيتها البتول، أيتها الشروق القادمات من تراب العز، من ألق الحرون، خذ الأمان المفلتات وشهقة نبعنا وغصة الحزن النبيل، يا من رحلت وريقة كجيئة الطفل الذي أضناه البكا أشقاه الونا، لك آهتي، لك راحتي، وقلبي المسروق في عيد الخلاص. لم يا إناس، لم لا تقولي ولم نقل بقايا الخمر في شرف الزوايا المحزنة، لكنه القدر المكور من أرحامنا، ندور حول مداره لا تستبين الأزمنة، من غيرنا يسابق في الهوى أتراحه ويستبيح الأمكنة، من منا لم يسق هذا الحقل من أنفاسه ولم يعطر بالتراب ولم يوشح بالتراب،
ولم يمازج حلقه طعم الأنين، ولم يغني للتراب. يا أيها الباقي وشاحا بل لقاحا في عيون القادمين، لكما التحية والسلام. لكما أريج عمرينا مزهوتان بحبكم لهذا الشهد، ذلك العرس المخبأ في شعاع الغيب في وهج النهار. وجعي أنا وجع القصيدة عندما تلقى على الصم الحفاة الواهمين، لا فرق عندهم حين يشدو أو يئن الناي في كنف المزار. لا يشرعون عقولهم حينما تجنح الفيروز في أحكامهم، ويموسق القنديل في أنخابهم ألحان المدار. رباه إن الناي حر وأن النهر جمر، عشر شمس والرؤى تسبي الهزار. يقلم حرفه يموسق قوسه ويخطئ سهمه حينما يبكي الكنار. أي هذا الحزن حزني، يا قدر الأسى دعني وشأني. خذني وخذ من جنتي وانفك عني، دعني أكفكف أدمعي وليت الحزن يهجر لحني. دعني ألملم ناقتي وأرفض للسهى ما قيل عني. فأنا منذ تكويري لا أعرف التجديف في غير التمني. وجعي وجع الذي أشقاه ظني، إن بعض الغيم حزني، إنني أحيا ما بين ظني وأني. 2001. طبعا القصيدة فيها كم هائل من الرمزيات، وفيها قدر كبير من التجاسر. أنا والله أحكي عن واقع أليم كنا نعيشه، وكانت تعيش إريتريا ولا تزال حتى اليوم. سأتجاوز قصيدة سرت وعد الحلم أم حلم الوعد، أم حلم الوعد. ألم الفراق هذه قصيدة كتبت عام 1990 بالخرطوم. ولم الفراغ من القصائد الجديد، يعني بدايات القصائد يعني. فقلت أحن إلى حماكم يا رفاقي، ولا أدري متى وقت التلاقي. هذه يمكن أول قصيدة أنا اقتنعت بها، هي قصيدة فعلا، أدخلت نفسي عبرها إلى زمرة الشعراء. ساعتها كنت أرتاد صالون الأصالة لأستاذنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه في أبروف. القصيدة كتبت، هي قصيدة غرامية أيام الجامعة وأنا في سنة ثالثة في الجامعة يعني. فقلت أحن إلى حماكم يا رفاقي، ولا أدري متى وقت التلاقي. فقد رحل البعاد بكم زمانا، ولكن ذكركم في القلب باقي. وهذه عبرة قد ذكرتني ليالينا المليئة بالعناق، ليالينا الجميلة حيث كنا نردد نفح هاتيك السواقي. وأياما كتبنا الحب فيها من الأعماق تذكره المآقي، نردد قول شاعرنا القديم بأن يسقينا ما في الحب باقي. سلام الحب أكتبه نديا وأرسله على جمر اشتياقي، ليخبر قلبكم يا حب أني أموت الآن من ألم الفراق. هكذا جاءت ولدت. وهذه القصيدة يعني تذكرني بشيئين. عندما دخل صدام إلى الكويت أضفت عليها بعض الأبيات، مع أنها مكتوبة على الغراميات، لكن قلت سلام الحب أكتبه نديا وأرسله على جمر اشتياقي إلى آل الحسين ذوي النشامة وأسد العرب، بل سيف العراق. رهيب قد تحدى كل هول وسطر مجده كل الرفاق. رهيب يتقيه البؤس خوفا، قوي البطش شداد الوثاق. إذا ضاع العراق فلا وجود لشعب العرب من بعد العراق. إذا ضاع العراق فلا وجود لشعب العرب من بعد العراق. وفعلا أين الأمة العربية اليوم؟ ضاع العراق وضاعت سوريا، المحروسة الوحيدة الموجودة. أحد الشعراء قال لي: لو سمع صدام حسين تقول إذا ضاع العراق، الوقت ذاك لسه بس هو دخل أرض الكاظمة، وعنده قصيدة مكتوبة، لا أتذكر منها اليوم، لكن من القصائد التي ضاعت عزيزي المشاهد.
أقول أتذكر إن شاء الله وأقولها لكم. فأحد الشعراء، أحد الزملاء قال لي: لو سمع صدام هذه الأبيات كان أهداك مفتاح مفتاح سيارة ولا حاجة. قال هكذا. فضحكت يعني. وأنا الوقت ذاك أنا حتى لم أزور العراق إلا في الشعر يعني والشعراء، وزرناها طبعا من جدنا المتنبي إلى آخر شاعر. يعني كان ساعتها فراج الطيب السراج والمربديات التي كان يتأبط قصائده ويذهب إلى المربد، فكان يقرأها لنا قبل أن يلقيها في العراق يعني. فالعراق موجود في الحنايا من زمن المتنبي يعني. وأحكي قصة لهذه ألم الفراق. أيامي في القاهرة بعد أن خرجت من البلاد مكرها، فبنتي عبير لها السلام والتحية ولأهلها وأمها وأهليها جميعا، فكانت تدرس المدرسة الابتدائية في مدرسة جابر بن حيان. فكان الأستاذ محسن رحمة الله عليه هو مؤسس المدرسة، ويعني ليس مدير ابنه. أعتقد اسمه محمد هو المدير، ولكن أستاذ محسن كان موجود متواجد في المدرسة باعتبار المدرسة هو المؤسس. فنحكي وهكذا، وعلمت أنني شاعر وكذا بتاع. فيقول لي: أقرأ لنا كذا من الشعر. فكنت بقرأ هذه القصيدة كثير يعني من شعرك. يقول لي فذات يوم آه، في آخر البيت: فقلت: سلام الحب أكتبه نديا وأرسله على جمر اشتياقي، ليخبر قلبكم يا حب أني أموت الآن من ألم الفراق. ما كنت أقرأ بتاعت صدام كثير يعني، لأنه هناك سياسة وفي مصر معروف يعني. فلما نقول ليخبر قلبكم يا حب أني أموت الآن من ألم الفراق، فيقول لي: قول البيت الأخير كده، أعيده تاني. أقول له: أموت الآن من ألم الفراق. في ذات يوم قال لي: موت يا عم وريحنا. يا عم موت وريحنا، كل يوم تقرأ لنا القصيدة هذه. والله ضحكت. فقلت له: يا أخي ما تقول لي أسكت. قال لي: يا أخي موت وريحنا، مش أنت قلت أموت الآن من ألم الفراق؟ يا عم موت وريحنا. قال له الرحمة والمغفرة، كان رجلا طيبا كريما يعني، شهما حقيقة يعني. عم محسن الله يرحمه ويحسن إليه. والمصريين طبعا الفكاهة. على فكرة عزيزي المشاهد، أنا لم أقرأ شعر كثير في مصر إلا في مكانين ثلاث، وهذه سأحكي عنها إن شاء الله. لماذا لم أقرأ أشعاري في مصر يعني؟ وبدأت أنا أكتب أشعاري اللي بدأت أقول فيها أفكاري، بدءا من القمر النازف: هكذا تسلب الأيام ما اكتسب، ويمحي موعد بالدم قد كتب، وينقضي أجل كنا نقلده من اللآلئ درا مذ أتى ذهب. من أجمل القصائد، أنا أحبها كثير يعني، لأنه تحكي مأساتنا في مسرحية الاستقلال والحرية والاعتذار للشهداء يعني. فمن القصائد برضو المولد النبوي الشريف. أنا كتبت حقيقة في المولد، بمناسبة المولد، قصيدتان وقصيدتين. الأولى هذه، ثم قصيدة كتبتها هنا وأنا في أستراليا: دعوني أحيي هنا المولد بشعر فصيح شريف المدى. هكذا يعني. هي اسمها حتامة حتامة. طلبت مني الجالية اللبنانية ذات يوم في مناسبة المولد أن أشارك بقصيدة، فكتبت القصيدة وذهبت إلى مكان الاحتفال. في الاحتفال كان مهرجان فيه ما فيه، فالقصيدة لم تقرأ. عندي أنا كمية من القصائد تكتب لمناسبة وما تقرأ يعني، يعني زي أربعة خمسة يعني. وأنا أنظر إلى هل هذه أجواء للقصيدة؟ إذا شفت ما مناسبة ما أقرأ يعني. وأقول يكفيني شرفا إنه أنا كتبت القصيدة، كفاية يعني. هي كتبت لمناسبة، والمناسبة شاعرة هو المناسبة، وعندما تنشر في الديوان هي المناسبة، وتنشر في الوسائل التي أقرأ فيها القصائد. تحية المولد النبوي الشريف، أنا حكيت ذات يوم
أن أحد الزملاء في جامعة المنوية الإسلامية، ابن اسمه الدزبير له السلام والتحية، دي في بدايات القصائد: يا صاحي قم حي الربيع الأول، واطلق حجاك إلى السماوات العلى، وتدبرا ثم احكمن، ولا تكن عام البصيرة والرجاحة في الملا. شهر به كل الأمور تبينت، فحلالها وحرامها كل جلى. كل الشهور شبيهة في قدرها إلا الربيع، فإنه شهر الأولى. شهر الذين يبايعون بفطنة وقادة، ذاك النبي المرسل، ذاك الذي ما قلت ذاك لقربه، وهو الذي زار السماوات العلى. في ليلة مقرورة أسرت به جند الإله، فكان أرفع منزلا، لكنه قول امرئ متعثر، يرجو نوالا في حديثك يا علا. يلقى به يوم القيامة ملجأ، يأوي إليه محمدا ومحمدلا ومهللا. ومهللا يا ابن الزبير، أما كفانا تشاعرا أن نستبين، أما كفانا تطاولا أن نقتدي طرق القريض مسالكا في مدحه، وهو الذي عنه اعتلى، ولأجله خلق الإله عوالما، لولاه ما كان الدني ولا العلا. يكفيه ذاك وقبله ذكر الكتاب عظيم شأنه هيكلا. جاني أحد الزملاء اسمه هيكل، قال: لماذا تكتب؟ قلت له: أكتب القصيدة. القصيدة دي كتبت 89 89. فهيكل هذا كنا نلقبه بمحمد حسنين هيكل، فله السلام والتحية، محمد عبد العاطي عامر. فقلت له: أكتب قصيدة. أنا جاني وأنا أكتب. يا أخي قال لي: هذا بالله زمن قصايد، ما تخجل يا أخي، أنت صحفي وهكذا يعني. فلسفة الصحفيين يعني. فقلت له: يا هيكل دعني من فضلك. قال: يا أخي ده الزمن الناس مشوا فيه الصواريخ والذرة والعلوم والتكنولوجيا، والتكنولوجيا المعلومات ده بقى الانفجار المعلوماتي والمعرفي يعني في بشائره. فقلت له: يا أخي. فقال لي: هذا ما زمن شاعر، الشعراء انتهوا زمان. قال لي: هذا ليس زمن الشعر، كان ده قبل 35 36 سنة. فقلت له: ويعيب لي هذه القصيدة هيكل، يا هيكلا عنه القريض تهيكلا. قلت: ويعيب لي هذه القصيدة هيكل، يا هيكلا عنه القريض تهيكلا. لا تطلبن تهيكلا في شعرة، أما القريض فذاك دونك يا ولا. وطبعا من أصول مصرية، فجماعة بالذات أخونا أحد أبناء الجزيرة كان معجب بالبيت: أما القريض فذاك دونك يا ولا. أقول له: قول له تاني بالله يا ولا. والمواصلين ما يقول لك يا ولد يختصروها إلى يا ولا. فكان اسمه عبد المطلب الفحل، له السلام والتحية، من أبناء الجزيرة. فكان دائما يكاويه، بيقول له: يا ولا. فختمتها: يا صاحق حي الربيع، حي الربيع ومن به. يعني هجيت في بيتين فقط: يا صاحق حي الربيع ومن به نال الأولى، ذاك المقام الأفضل، فبنوره أضحى الظلام موليا، وبحلمه بات الضياء مسربلا. يا رب صل على النبي وآله، وامنح عبيدك بعد نعم الموئلة. آمين إن شاء الله، لأنه الشعر مزالق. قصيدة نادوا هي إحدى المعارك الشهيرة طبعا. قاد رحاها جيش الشعب، جيش التحرير، الجيش الشعبي لتحرير إريتريا وقوات الاحتلال الإثيوبية في منطقة الساحل. كانت في نهاية الثمانينات، وقد شبهها أحد الجنرالات العسكريين الغربيين بمعركة ديان بيان فو الشهيرة، الحرب الأمريكية الفيتنامية أعتقد. فهذه قصيدة تفعيلة، يعني تحدثت فيها: أنادي بملء الحناجر وكل لغات بلادي، أنادي أهيم خلف ذكرى شهيد، أنادي أفتش عن خل وكل القبيلة، وكل الذين فدتهم بلادي، هبتهم إلى قدس اللقيا، يمنون النفس لآخر قبلة، على جبهة البندقية لأول طلقة في الحدث الحمراء، في معمعات نادوا، في أتون الحرب أنت، في زناد القلب أنت، أنت يا منبع الفجر ورمز البطولة. أنا يعني هذا الجيش الشعبي مدحته كثيرا، ولا أزهو أن مدحت جيش
حقق الكفاح، حقق النصر للشعب الإريتري. مسار السفينة انزلقت نتيجة لهؤلاء المعربدون الظلمة. بعدها هناك ليلة البدر، قصيدة غرامية، برضو قصيدة إنسانية. بكيناك دما وشوقا وحنين، أرثي فيها الفنان يماني باريا، الفنان الشهير يعني. هكذا ولدت. ونحن يعني عندي جانب فني أنا في نفسي، أمارس الفن بمسؤولية مطلقة، وأؤمن على أنه للفن رسالة، والفن الملتزم، وقدمت ما قدمت. فهذه بعد وفاته رثيته: عرفناك مقاتلا مناضلا، عشقناك، رأيناك مطربا ومبدعا، وحاتما حملناك، نجمة تلألأت في سماء أمسنا وغدنا، أحببناك. هكذا تسري القصيدة. هذه القصيدة عندما كتبتها كان أخونا الزميل العزيز يوسف بوليسي على رئاسة مجلة الفجر، صحيفة الفجر، التي كانت تطبع في لندن وتوزع بين أسمرة ولندن وبقية العواصم. في ليلة وفاته، بعد ما وري جثمانه الثرى في مقابر الشهداء، أنا تأثرت بوفاته فكتبت بكيناك دما وشوقا وحنين. وبرضو عملت فيها بعض الألحان لكنها لم ترى النور. فأخونا يوسف مع صورة لباريا نشرها في صحيفة ستاندر، صحيفة كانت من الحجم الكبير ما الحجم الصغير يعني. ف ونشرت ومعها صورة لباريا في صفحة كاملة، مش في صحيفة التابلويد، الستاندر الكبير يعني الحجم الكبير. ف ونشرت في أسواق أسمرة. ففي مكان ما يعني صاحب المكان لا يعرف اللغة العربية، لكن عندما شاهد صورة الفنان باريا فالصفحة كاملة قطعها ودخلها في برواز عديل كده، برواز كبير. هي حجم يمكن كانت والله كبير يعني، حجم الكبير يعني، يعني صحيفة الستاندر الكبيرة يعني. ودخلها في برواز ووضعها في مكان متجره. فشهد ذلك المكان هو رجل ما يعرف ولا حرف في الكلام المنشور، هو بس شاف صورة قال ده عشان الراجل الراحل ده اللي يحبه هو كمان. فقام شاهد الصورة والبرواز أخونا عثمان عبد الرحيم الفنان رحمة الله عليه يعني. فاتصل بي قال لي أنا مبسوط اليوم يا أستاذ شريف. قلت له، قال لي اللغة العربية دخلت في المتاجر، متاجر الذين لا يعرفون العربية، قال لي، ولا ينطقونها بتاع. قلت له، قال لي إن المتحدثين. فقال لي أنا مبسوط يعني. قال لي هكذا تنشر اللغة العربية. هذا على هامش ال الحديث عن قصيدة بكيناك دما وشوقا وحنين. القصيدة التي تلتها إفريقيا من الصمت إلى الصوت، اللي هي قرأت عليكم جانبا منها: حاصرتنا شرنقات الوعود قبل أن يفقدنا لهيب الصحارى، وهجنا الوطني وجمر الأمان وبوح الحضارة، لقحوا الجينات فينا ورما وطنيا من قبل أن نتلاقح أو أن نتبارى. أنا القصيدة دي من بين كل القصائد أحفظها يعني. علمونا بأن التمرد على العرف والتأمل في الطرف يعني التملق، وأنه الكفر البوارى. شحنونا بقطب الطاعة ليلا ونهارا، فغدونا نصفق خلف الذئاب وسط العذاب، جدارا جدارا نلعق أقدام الأرامل ونقتل أحلام العذارى. والله كتبت القصيدة دي ونشرت في الديوان وأنا في أزمة. أولسنا من سام الدخيل ذلا وشنفنا الأرحام لحنا وأشعارا بأن إفريقيا قد عادت ربيعا. طبعا ما أقدر أقول إريتريا، وأنا أعني إريتريا. بأن إفريقيا قد عادت ربيعا، وأن الفقر والبؤس قد دكت جدارا، فلماذا نعيد الأمس بالأمس خبثا وجنونا وشعارا.
منذ مئات السنين، طبعا عشرات السنين ساعتها، منذ مئات السنين وأنا أزرع وعدا وأحصد طيفا وأقتات عارا. هذه إفريقيا اليوم، وقد تصدر بؤسها الأسماع والأخبار. في كل ركن تموت أماني تذوب شموع، وفي مهب الريح نظل حيارى. قالوا إن القادم أبهى وأن الغائب أزهى، ردت أعماقي في الملهى، هل حقا أن الوعد هو الأبهى؟ دعوا الأبهى يعطر أروقة المشفى، دعوا السمرة تفتش عن جدائلها الملقى، دعوا الأبهى يعطر أروقة المشفى، فلا نشقى ولا نلقى حمامات تهاجر أسرجة المقهى، ولا نفتش للفيروز والفردوس في المنفى. والله أنا تخوفت. القصيدة دي كتبتها سنة 2001. أقول ولا نفتش للفيروز والفردوس في المنفى، ما كنت أحسب أنني سأنفى. لا، سبحان الله، لا نفتش للفيروز والفردوس في المنفى. نحن نبحث عن فردوس وفيروز في المنفى، ليس الفردوس بمعناه لكن الأمن أنا لا أستطيع أن أقول نبحث عن عدالة وأمن وبتاع، ولكن نرمز ولا نفتش للفيروز والفردوس في المنفى. نفيد بعد 7 أعوام من 2001 2008 أنا خرجت مكره لا بطل، ولا أزال حتى اليوم 17 عاما عزيز المشاهد. وقبل أنا قلت ولا نفتش للفيروز والفردوس في المنفى. بعدها تأتي في رثاء مناضل سقط واقفا. القصيدة دي أنا كتبتها يعني مرثية للزعيم الوطني الكبير عثمان صالح سبي، لكن لا يمكنني عزيزي في ذلك الوقت أن أقول ما أعنيه. طبعا نشرت، وساعتها ولد مريم توفي في أسمرة. وحدين ممكن نكون فسروها، لكن أنا إلى في رثاء مناضل سقط واقفا، أنا نشرتها بعد أيام توفي ولد مريم. قلت في قصيدة سبه رحمة الله عليه: إلى روح الفقيد أقول شعري، فقيد الشعب والقبس المنير، وقد شق الطريق بلا معين محلا بالعزائم من أمور. ضمير الشعب في زمن التحدي جهور الصوت ذي القلب الكبير. هو سبي رحمة الله عليه صوته ما كان جهور، لكن أنا أود أن أقول كان جهورا بفكره. سبي هادي وهو يتحدث، يعني تحدى الهول هولا بعد هول، قول الحق في الجمع الغفير، فلم تضعف عزائمه ليوم بل اتقدت على طول المسير. صديق الحق أهدي إليك لحنا مصوغا بالأزاهر والعبير، أقول الشعر فيك ولست أنسى أقول الشعر فيك ولست أنسى بأنك خير من أحيا ضميري. ففي العام الذي ولى فجعنا بنقل ثراك للمثوى الأخير، وقد حققت تاريخا عظيما يظل ضياؤه أبد الدهور، ينير الدرب للأجيال تترى كنور العقد يسطع في النحور. رحيلك في النفوس أقام جرحا على كل الصحائف والصدور. تقلدت المنية وهي تسعى، فكنت الموت يهزأ بالخطير، ولم تدميك أسلحة الأعادي، وأنت من الهلاك على شفير. لقد أيقنت أن الموت حق يطال البسل والشيخ الضرير، فعلمت المواطن كيف يسمو إلى درر المعالي من الأمور. رضعت العزة مذ ما كنت طفلا، وفقت العزة ما لك من نظير. ففي دار الصحافة كنت نجما تلألأ في السطور مع الأثير، وفي دار الجهاد محوت جهلا وأبقيت العلوم على السطور. سطور العقل تملأها ضياء به تقوى على كيد المغير. ففي مرثاك كم أتعبت نفسي أحاول أن أنال من الحبور، ففي العام الذي ولى فجعنا بنقل سناك للمثل الأخير. إلى آخر القصيدة. يعني الغريب عزيز المشاهد أنه لا زال جثمان الفقيد العقيد
عفوا الزعيم الوطني الكبير سبه لا يزال رفاته وجثمانه في السودان العزيز، وتحديدا في الخرطوم، ولم ينقل إلى إريتريا التي ناضل من أجلها. هكذا هي الدنيا. تخطيت الدواهي ولم تبالي بمكر أو بسوء من وزير. أنا خليت بعض الأبيات: تجابه كل جبار قميء وتسلمه إلى مأوى السعير، ولكن المنية يا شجاعا هي القدر الأكيد من القدير. دعوت الشعب كي يبقى قويا وبعض الروح في الرمق الأخير، فعايش في فؤادك مطمئنا، فإن الشعب كالليث الهصور يدافع عن حمى الأوطان دوما إلى يوم التجمع والنشور. رحمة الله للزعيم عثمان صالح سبي وأخاه محمود سبي، الله يرحمهم جميعا. فرحة الأشواق كتبت هذه سنة 96، وهي برضو من القصائد الخاصة، وحظيت بلحن ليلة الفرح. هذه برضو: اليوم هلت يا بلادي بشائر العيد السعيد. كتبتها سنة 91، 24/5/91، ليلة دخول الجيش الشعبي أسمرة. اليوم هلت يا بلادي بشائر العيد السعيد، وحلقت فوق الثريا تعانق الفرح الجديد. سمعت صوتك في الحناجر يدندن القصد الرشيد، فكدت أسرع من سرور مرددا لحنا فريد بعودة البلد العزيز في ليلة غراء عيد. إريتريا أرض الكرامة، ها قد ألاقيك سعيد. بعدت دهرا يا حبيبة، 3 عقد أو يزيد، واليوم عدت إلى حماك، فاليوم فرح واليوم عيد. هذه المقطوعة أنا أدخلتها في واحدة من أناشيدي، وأنا أترنم لمدينة نقفة. نقفة، اليوم هلت يا بلادي. أدخلت بعض الأبيات: على رصيف عشق جديد. هذه برضو قصائد خاصة، كتبت 99 سبتمبر. هذه كتبتها وأنا بالخرطوم 91 شهر 9. يا سبتمبر المغوار، دمت الدهر هادينا إلى الحرية الغراء والعلياء حادينا، إلى عز، إلى مجد، بأن نلقى أمانينا، وأن نختط من درب إلى درب يعلينا. أيا سبتمبر الأحرار، أيا سبتمبر الأحرار، كم ألهبت ماضينا، وحاضرنا فقد أضحى شروقا في روابينا، وقد هبت من البحر نسيمات تهنينا، وها قد أشرق الصبح بعيد القهر والهونا. أيا سبتمبر الأمجاد، أيا سبتمبر الأمجاد، تبقى دائما فينا. فهول فهل في الشعر أغنية وقف فيها فتحيينا، وهول الحرب يا صحبي تذكرنا مآسينا. ففي عونا قد ارتكبوا جروحا لم تزل فينا، وفي حرقيق وفي بركة خراب الدور يبكينا، وتلك عد إبراهيم بادت كما بادت ديار عونا، أبادتهم أراذلة شراذمة شياطين، وكل الدور قد كسيت سوادا من أعادينا. لعمري تلك ما فتئت تذكرنا مآسينا، تكتمها أضالعنا فتبدو في مآقينا. فتى الأحرار، ليت الشعر تدنو لي قوافيه، وليت النثر يخضع لي فأنثر من معانيه، وليت الكون يسمع لي لأسمعه وما فيه ومن فيه سويعات. أقول الحق مجزيه، فحامد حين أعلنها مرهبة أعاديه، مفرحة بني وطني فعبر عن أمانيه. وظل النجم في ألق مضيئا لا يدانيه، تشاهده شهاب الحقد تهفو أن تلاقيه، وترهبه صناديد وتخشى أن تسميه، وتعرفه بنو ويليام وكيف الخصم يرديه. يلاقي القوم منفردا فيسلمهم لبازيه، مجرحة نحورهم ولا كلت مزاكيه. فليت المولى أبقاكم لتبصر نحن ما فيه من الأفراح في طرب، وفي أمل نرجيه،
ليكمل صبحنا نصرا على النصر الذي فيه إريتريا عانقت ذا العام ما قد كنت ترسيه، وكل الشعب في فرح يهنئ من يهنيه، ودمت الدهر هادينا فرب البيت راعيه. الخرطوم شهر 9 91. هكذا رأيناها إريتريا، أمل وفرح وأمنيات، مشروعات ما كنا نحسب أن تتبدل أحوالنا إلى هذا السواد القادم. سواد في سواد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت الأماني مشرعة كما قلت، والتطلعات. حامد ريس عواتي ناهيك أن لم ينقل حتى نصب التذكار له إلى العاصمة أسمرها، خلوه في الأقاليم البعيدة هناك. الشعوب الحية مثل هذا الزعيم، أي زائر يأتي إلى أسمرة من الرؤساء والوزراء وبتاع يزور قبر الشهيد بروتوكوليا. أنا أعني هذا زعيمنا الذي فجر كفاحا للمسلم، هذا الذي تصدى وضحى بكل شيء من أجل هذا الوطن. بالله تعمل لك تمثال لبوشكين، بوشكين الكاتب الروسي وتلفق زي ما تلفق إثيوبيا، هو من منطقة دباروا ومتطلع عليه جد وكذا بتاع. الروسيين اللي يضحكوا يعني، وهو كاتب فيلسوف عندهم كبير يعني. فما أعرف صفقة إنه بوشكين مننا، الصفقة مع روسيا كانت إيش، مش عارف يعني. روسيا الجديدة والقديمة دي. وتنسى الزعيم حامد ريس عواتي، حتى اسمه لم تخلد في مدرسة ثانوية كبيرة، بل عملوا لها مدرسة عواتي في حتة كده، مدرسة ابتدائية في حتة زاوية ما معروفة ذاتها. صحيح زعيم إبراهيم سلطان ادوه مدرسة ثانوية. حتى وهنا أذكر في إحدى المقابلات قالها للخبير التربوي الكبير، كبير الله، أستاذنا المربي الجليل. سأتوقف حديثي عن هذا الديوان هنا ونكمل الحديث إن شاء الله. الأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود عندما دخل الجيش الشعبي، وهو كان على رأس مدرسة ثانوية، فجمعوا كل المدارس الثانوية، رؤساء المدارس أو مديري المدارس الثانوية. فالجماعة اللي دخلوا من الساحل يعني ليوزعوا أسماء المدارس اللي كانت بيتوغو، اللي كانت الكاز ومالول وكونن وهكذا يعني، الأسماء الاستعمارية القديمة يعني، وقهازو وغيره وغيره وكمبونيو هكذا. فوزعوا كل الأسماء، اسماء بعض الزعماء. فأستاذ عبد الرحيم قال لهم يا جماعة الزعيم عواتي ده ما نديه مدرسة ثانوية، لو ما اديناه الجامعة، قال لهم ما نسميها دي جامعة عواتي، جامعة أسمرة. فالجماعة طبعا اعترضوا اعتراض كامل يعني، بل نظروا له نظرة كده بتاعت استغراب يعني. هو حكاها لي في إحدى المقابلات. هذا هو التهميش التاريخ، لكن القصيدة دي كتبتها أنا بروح ونفس 91. أخيرا عزيزي المشاهد أختم إنه هذه القصيدة أنا أعطيتها للفنان الشاعر المناضل إدريس محمد علي فك الله أسره، وقد لحنها أبيات من سبتمبر، سبتمبر المغوار، دمت الدهر هادين. وكانت سترى النور في ألبومه الأخير، ولكن اختطفته الأيدي الآثمة، ولا يزال حتى اليوم مجهول المكان. نترحم عليه حيا وميتا وراحلا ولكل الشهداء. عزيزي المشاهد سأتوقف هنا، تقريبا قرابة نصف الديوان التقمناه التقاما، لكن سآتي بين كل فترة، إن لم يأتي علينا طارئا أو طارقا سنواصل الحديث. سأبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله رسالة إلى الشهيد. أيها الأحباب الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها. ولا أنسى قول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. أحبابي الكرام، كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف، معد ومقدم البرنامج. كانت الحلقة 214 بحمده تعالى، والشكر الجزيل للمشرفين والمخرجين الفنيين الذين يعملون ويسهرون من أجل إخراج هذه الحلقة بهذا الشكل الذي يليق بمقاماتكم السامية. أيها الأحباب الكرام، التحية للشعراء الإرثريين وغير الإرثريين، حيث لا وطن للشاعر فدنياه هي هذه الدنيا الفسيحة. العقاد قال في إحدى قصائده: خذوا دنياكم وهذه فدنياواتنا كثر. لا يؤمن الشاعر، لا يؤمن بالحدود، لكننا نتماشى مع حدودنا التي آه، حصرنا فيها الاستعمار. شكرا لكم أيها الأحباب، ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.